في أطفال دلوقتي بيقولوا ألفاظ عمرهم ما سمعوها في البيت، وبيعملوا تصرفات غريبة فجأة، والسبب مش أصحابهم ومش المدرسة، السبب في إيدهم طول الوقت اللي هو طبعا الموبايل. وأخطر من كده كمان إن الحاجات دي بتدخل لهم وانتي قاعدة جنبهم عادي. لو عندك طفل بيمسك موبايل، الفيديو ده لازم تشوفيه للآخر. المشكلة مش في الموبايل، والمشكلة برضو مش في ابنك. المشكلة ان الطفل لما يمسك الموبايل لوحده هو بيتسحب حرفيا جوه عالم انتي مش شايفاه. اليوتيوب والتطبيقات مش بتعرض فيديوهات عشوائي، هي بتقترح فيديوهات شبه اللي الطفل شافه قبل كده. يعني مثلا لو الطفل ضغط على فيديو واحد بس غريب، هيبدأ يشوف وراه عشرات الفيديوهات اللي شبهه، ويمكن كمان أسوأ. في فيديوهات شكلها كرتون عادي جدا، ألوان بقى وأغاني وشخصيات أطفال، لكن جواها رسائل مش مناسبة تماما للأطفال، زي ألفاظ، تصرفات غلط، أفكار غريبة. والطفل طبعا بيستقبل ده كله وهو فاكر انه بيتفرج على حاجة بريئة عادية خالص، لأن الطفل ببساطة مش بيفرق بين الصح والغلط، بيقلد أي حاجة يشوفها وخلاص، وكمان بيصدق كل حاجة قدامه. يعني ممكن فيديو دقايق يغير سلوك طفل بالكامل، وبعد كده طبعا نستغرب ونقول ابني اتغير ليه، بقى بيقول ألفاظ غريبة ليه، وننسى اننا سايبينه لوحده قدام حاجة احنا نفسنا الكبار ما نقدرش نستوعبها. اخطر حاجة مش ان ابنك ماسك الموبايل، اخطر حاجة انك مش عارفة هو بيتفرج على ايه. طب نعمل ايه؟ نمنع الموبايل؟ لا، بس نستخدمه صح. ما تسيبيش طفلك يتفرج لوحده، خليكي دايما قريبة منه وشوفي هو بيتفرج على ايه. نزلي الفيديوهات اللي هو بيحبها وخليه يتفرج عليها بعيد عن النت، كده انتي ضامنة 100% هو بيشوف ايه. في كمان تطبيق يوتيوب كيدز، ده معمول مخصوص للأطفال، تقدري بكل سهولة جدا تعملي حظر لأي فيديو مش مناسب، وطبعا تحت رقابتك. ما تسيبيش برضو يوتيوب كيدز للأطفال وتقولي لا أصل ده للأطفال، طبعا ممكن يعرض لهم حاجات مش مناسبة. اختار انتي الفيديو مش هو اللي يختار. ابنك أمانة في ايدك، وكل حاجة بيشوفها بتبني شخصيته أو بتهدها. قبل ما تسيب الموبايل في ايده اسألي نفسك سؤال واحد: أنا مستعدة أشوف نتيجة ده بعد سنة؟ لو الفيديو ده فتح عينيكي على حاجة ما كنتيش واخدة بالك منها، اكتبيلي في التعليقات، هراقب أكتر، وبعتيه لأي أم لازم تشوفه.